ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. الفيديو ده طلب مني جدا. الفيديو ده هنتكلم فيه عن ارخص طقم فرش موجود وارخص طقم فرش اي ميك اب ارتست مبتدئة تقدر تشتريه، اي بنوته عايزه تتعلم ميك اب، اي عروسه عايزه تشتري طقم فرش وتسيبه في جهازها. الطقم ده ارخص طقم موجود، فرش متنوعه للوش وللعيون وللحواجب كمان، طقم متكامل. لا وكمان رخيص جدا جدا. تفتكروا ايه هو الطقم ده؟ الطقم ده هو طقم زويفة بس، ولكن ده زويفة القبي. خلينا واخدين بالنا. الطقم ده انا كنت شارياه ب 120 جنيه. الطقم ده فيه 15 فرشة بيتنوعوا بين فرش الوش والعيون، وكمان في فرشة تنفع كمان لكونتور الشفايف. الطقم ده اول حاجة بيجي كده في شنطة لونها روز جولد كده. ده انا كنت شارياه ب 120 جنيه من الفلكي. هو موجود في السنتر الكبير زي مثلا سنتر مصطفى، هتلاقوه عنده. هتلاقوه مثلا عنده بونجور، وعنده اماكن اي مكان تاني فيه ميك اب. بصوا الطقم ده بقى فيه اهو، دي الفرش، بيبقى كل فرشه فيهم في كيسه. تعالوا دلوقتي نقسمهم لفرش الوش وفرش العيون. الطقم اللي معايا ده فيه فرشه 2 3 4 5 6 6 فرش للوش. ايه هما بقى فرش الوش دي وايه استخدام كل واحده فيهم؟ طبعا هتلاقي عليهم برودكت او الوان كده، عشان انا طبعا عامله بيه اللوك الخطير ده. هتلاقوه نزل على القناه، روحوا شوفوه. بصوا بقى، اول حاجه انا عندي الفرشه العاديه دي بتاعه الباودر، او كمان تنفع للبلاشر، بس هي الاساس بتاعتها فرشه الباودر اهي. دي اول فرشه من فرش الوش. تاني فرشه بقى من فرش الوش دي، الفرشه دي انا اقدر استخدمها في الكونتور الكريمي. هي اخده مسحه كده. بصوا شكلها خطير، وفي الدمج تحفه، والشعر بتاعها جميل جدا. وانا جربت اغسلها اكتر من مره، بجد تحفه في الغسيل، وما بتوقعش شعر وما بتتفكش. جميله جدا. هي رخيصه، ولكن الفرش بجد كواليتي كويسه جدا. تالت فرشه، ولكن دي بقى فرشه الكونتور، ولكن كونتور الباودر. بصوا هي مشطوفه كده وعريضه سيكه، او طالعه بعرض سيكه. ده للكونتور الباودر، ان كان للوش بقى او للنوز. ممكن الناس اللي مش محترفه شويه ما تعرفش تستخدمها للنوز، ولكن هي في الكونتور الباودر خطيره. رابع بقى فرشه معايا هي فرشه الفاونديشن. بصوا الفرشه دي انا مش قادره اقول لكم. بصوا بتفرد الفاونديشن وما بتاخدش منه حاجه خالص، مجرد بس اللون اللي بيبقى هنا دي اللي بتاخده. الفرشه بجد جميله جدا، وانا عملت بيها لوكات ياما قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم. بتفرد الفاونديشن بسرعه، وكمان ما بتكتلش وما بتسيبش علامه الشعر بتاع الفرشه على الوش. بجد خطيره، كانها بتحطوا بيها وبتدمجوا بيها. دي تالت فرشه. الفرشه بقى رقم 5 للوش، وهي فرشه البلاشر. بصوا تنفع بالبلاشر، وتنفع كمان للبشر، وتنفع كمان للبرونزر. اخر فرشه معايا للوش فرشه الهايلايتر، ودي الفرشه الرقم 5 للوش. بصوا مروحه كده وجميله جدا وناعمه قوي على الوش، ودي اللي انا حاطه بيها الهايلايتر. في فرش كده بتبقى معلقه وما بترضاش ان هي تحط الهايلايتر على الوش على طول، بتبقى الهايلايتر مسك فيها. لا الفرشه دي اللي بتحطيه بتلاقيه على وشك على طول. كده انا وريتكم الست فرش بتاع الوش من طقم زويفا الكوبي. تعالوا دلوقتي اوريكم فرش العيون المتنوعه من زويفا الكوبي. كملوا معايا الفيديو. بصوا بقى، دول 8 فرش للعيون مختلفين تماما. بصوا اهي، كل دي فرش. هعرفكم استخدام كل فرشه فيهم. اول حاجه دي اول فرشه معايا. الفرشه دي مشطوفه كده تمام. الفرشه دي انا بستخدمها في اني بنضف الحواجب، او بنضف بالكونسيلر الحواجب. بجد جميله جدا ومسطره. في ناس ممكن تبقى عايزه ترفعها اكتر من كده، ممكن بالموس تشيلوا حبه شعر من الجنبين وترفعوها خالص براحتكم، ولكن جميله جدا جدا وبتفرد الكونسيلر ومتاخدش منه ياما خالص. بقى دي فرشه الحواجب. انا حاسه ان هي يعني مش مناسبه قوي، يمكن دي اكتر فرشه ما عجبتنيش في الطقم، ولكن برضو هي بترسم، ولكن على قدها. يعني احنا بنتكلم في طقم فرش بيديني على قد ما انا دفعت بالظبط. بصوا تالت بقى فرشه معايا للعيون، وهي فرشه المدمع. بصوا صغننه خالص ازاي. بصوا صغننه خالص
بتيجي عند المدمع هنا بالظبط كأنها معمولة بالمقاس، جميلة جدا جدا جدا، وبتوصل في حتت كده انا فعلا ما بعرفش اوصلها بايدي. انا من المحبين اللي متابعيني في القناة عارفين ان انا بحب احط الجليتر والشمر وكل حاجة من الحاجات اللي بتبرق عامة بحب احطها بصباعي، ولكن المدمع هنا بيبقى مكان ضيق قوي ان انا مش هعرف اوصل بيه في بصباعي، فالفرشة تتجنن، بتوصل بطريقة بتجنن. وريتكم كده 3 فرش من فرش العيون ان كانت للحواجب او للكونسيلر او للمدمع. تعالوا دلوقتي هوريكم 5 فرش لدمج الشادو او للاي شادو عامه. اول حاجه انا معايا فرشتين شبه بعض بالظبط بالملي اهم، الفرشتين دول اللي انا بستخدمهم للاي شادو عامه، وكمان ساعات بستخدمهم لكونتور النوز، بجد جمال قوي. وبصوا لو تلاحظوا ان انا اللون التقيل ده انا عاملاه بالفرشه دي عشان هي طويله عريضه لكن مش كثيفه، يعني هي بالعرض كده بصوا طويله لكن مش كثيفه، فبتبقى الحته دي كده بالظبط، وقدرت ان انا ادمج بيها وبصوا ادتني لوك خطير. الفرشتين نفس الحاجه، ممكن انت تستخدمي واحده منهم لكونتور النوز واحده منهم اي شادو في العين. ال3 فرش بقى اللي باقيين من فرش العين هما ال3 تقريبا، او عيب الفرش الكوبي ان مش كل الفرش هتبقى زي بعض. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا اشتريت الطقم ده ولقيت فيه ال15 فرشه اللي مريم قالت لي عليهم، ولكن ممكن الاقي فرشه من اللي عندي غير الفرشه اللي عندي، لان دي بتبقى عيب الكوبي ان اللي بيعمل مش بيعمل نفس الفرش بالظبط، مش زي طبعا الاوريجينال. فطبعا ال3 فرش دول في الطقم الاصلي هما فرش دمج وبنسل وعاديه، ولكن هنا هما 3 بنسل ولكن باحجام مختلفه. يمكن الاتنين دول اهم نفس الحجم بالظبط زي اللي قبلهم، دول انا بعرف استخدمهم في الكورنر بتاع العين وتحت العين كمان. ودي كمان فرش بنسل بس يعني اكبر شويه، دي ممكن استخدمها بالدمج الشادو. كده دول فرش العين بتوع الزويفا، طقم زويفا الكوبي. الطقم جميل جدا، وبجد اي ميك اب ارتست لسه مبتدئه الطقم ده هتدمنه، لان هو ليه فرش ياما. حتى لو ميك اب ارتست بروفيشنال الفرش دي هتبقى بالنسبه لها فرش زياده، وهتساعدها ساعات في وقت الزنقه. بجد الفرش دي جميله جدا، والناس اللي لسه بتتعلم وعايزه طقم فرش اقتصادي بجد الطقم ده هيبقى خطير بالنسبه لها. 16 فرشه بجد حلوين جدا واستخداماتهم ياما جدا. وطبعا مفيش قاعده معينه للفرش، انا بستخدم الفرش بطريقه معينه وبديك الاساس ليها، انت تقدري تستخدمي الفرش بالطريقه اللي تناسبك والطريقه اللي تريحك والاستخدام الصح ليها في نظرك. انا كده حاولت ان انا اسهل عليكم، ان شاء الله ممكن نعمله سلسله من الفيديوهات الجايه ان شاء الله عن افضل كل حاجه كده، ان كانت من فرش لميك اب وغيره. اعرفك هاكس كمان ياما قوي في الميك اب، ولكن كل ده هتعرفيه لما تنزلي دلوقتي تعملي لي لايك وسبسكرايب دلوقتي في القناه، وكومنت حلو تقولي لي ايه رايك في الفيديو. يلا باي باي.